من أكثر الترندات المرعبة واللي تقشعر البدن على التيك توك. أكيد الكلنا واحنا ندورو في التيك توك خرجت لنا فيديوهات على الدبل جانجر. في العادة يكونوا فيديوهات تخوف، في آخر الفيديو تلقى كلمة دبل جانجر، وإذا أنت عمرك ما عرضوك يكفي أنك تمشي تكتب في التيك توك ولا في اليوتيوب ولا في أي منصة كلمة دبل جانجر يطلعوا لك برشا فيديوهات. مالا تو خلينا نعرفوا شنو معناها دبل جانجر. علميا مصطلح دبل جانجر يعني انه فما نسخة طبق الاصل اللي كنت وتشبه لك في العالم هذايا، اما ما عندهاش حتى علاقة بيولوجية بيك. معناها باختصار انه في العالم الشاسع هذايا فما انسان عنده نفس وجهك ونفس مواصفات، اما لا ينجم يكون التوأم متاعك الضايع ولا اخوك ولا يقرب لك باي طريقة بالطرق. اما كلمة دبل جانجر ما تعنيش النسخة متاعك اكاهو، بل انها كلمة دبل جانجر في الاساطير وبالتحديد في الاساطير الالمانية تقول اللي الدبل جانجر ما هواش انس اصلا، وحسب الاسطورة انه اذا انت قابلت الدبل جانجر متاعك ما هيش باش تفعل خير وباش توصل حتى للموت. وبرشا ناس يؤمنوا اللي الكيان هذا هو شيطان يحب يسرق لك حياتك. ونحب نقولك اذا عبد اخر شاف الدبل جانجر متاعك انت ما تخافش له، هو باش تصير له حاجه لا انت باش تصير لك حاجه، اما انت كشفت الدبل جانجر متاعك يرحمك الرحمن. والمعروف عليه انه اذا كان جاك لا تنجم تهرب منه، لا تنجم تتخبى، لا تنجم تعاركه، لازمك تقبل مصيرك. والمعروف على الدبل جانجرز انهم ما هماش كيفنا، لا عندهم لا ظل لا عندهم لا انعكاس في المراية. وبرشا عباد تقول انهم رود دبل جانجر متاعهم في المراية مش في الدنيا اما في المراية، وفي العادة يكون مختلف عليهم على الاخر. مثال يكون وجهه شاحب ولا اصفر اكثر من وجهك انت، ولا عنده حبة انت ما عندكش منها، ولا حاجات بسيطة مختلفة في وجه الدبل جانجر. نعرف اللي برشا باش يقولولي علاش مهولة، علاش الكلام الفارغ، هي مجرد اسطورة. انا ما ذاك مش اللي مقلقني، اللي مقلقني انه فما نظرية علمية تقول انه فما من كل بشر في الدنيا ذي شبيهه 6 مرات، معناها فما على القليلة 6 عباد يشبهولك عندهم نفس وجهك في بلاصة من البلايص. وانتي قولي كان الحكاية ذي تنجم تكون عادية، كان الحكاية ذي تنجم تكون صحيحة ولا لا. وهكا جايز نكونوا كملنا الفيديو وبيس اوت.